الموقع مش مجرد صور ومنتجات، الموقع شغل والمفروض تكون فاهم ايه اللي بيحصل جواه. جوجل بتوفر لك ادوات مجانية تقدر من خلالها تتابع وتقيم وتطور. اتنين من اهم الادوات دي هي جوجل اناليتكس وجوجل سيرش كونسول، كل واحدة فيهم ليها دور واضح ومكمل للتاني. جوجل اناليتكس بيقول لك بالتفصيل مين دخل الموقع بتاعك، من انهي بلد، من اي جهاز، قعد قد ايه جوه الموقع، فتح انهي صفحة، وكمان ساب الموقع وطلع امتى. كمان تقدر تعرف العملاء او الزوار بيجوا منين، من فيسبوك، من جوجل، من واتساب، وتقدر تشوف اكتر الصفحات اللي بيتفرجوا عليها، ولو في صفحة الناس بتمشي منها بسرعة تعرف ان فيها مشكلة. اما الاداة التانية اللي هي جوجل سيرش كونسول فبيكشف لك الموقع بتاعك ظاهر على جوجل ازاي، يعني جوجل شايفه بانهي طريقة، بتظهر في انهي كلمات بحث، وكم مرة الناس دخلت، الصفحات بتفتح بسرعة ولا بطيئة، هل في مشاكل تقنية، روابط مكسورة، اخطاء في نسخة الموبايل. الاداة دي بتساعدك تفهم جوجل شاف موقعك ازاي، ولو في مشكلة بتظهر لك عشان تعرف تصلحها. اللي بيتابع الارقام بيقدر ياخد قرارات صحيحة، مش بيتصرف بشكل عشوائي. لو في صفحة شغالة كويس نركز عليها، لو في مصدر زي فيسبوك بيجيب لك ناس كتير نزود عليه، ولو موقعك مش بيظهر كويس في جوجل تبدأ تحل بالمعلومة مش بالتخمين. الموقع الناجح مش اللي موقع شكله حلو بس، الموقع الناجح هو اللي صاحبه فاهمه، وجوجل بتدي لك كل البيانات اللي تساعدك، بس الفرق في اللي بياخد البيانات دي ويحولها لقرارات. اربط موقعك بالادوات دي دلوقتي وابدأ ابني شغلك بذكاء.